هو احنا لو حطينا 3 اصناف مع بعض في صينيه واحده هيطلع طعمهم حلو؟ طب يا ترى هنسمي الحلو ده ايه؟ تعالوا نشوف انا جربت الحلو ده ازاي النهارده بس بطريقتي. كنافه وجلاش ودقيق سميد او دقيق البسبوسه. اول حاجه معايا نص كيلو من الجلاش كسرته بالشكل ده، كانت عندي في الفريزر، ولو عندك بقالها كتير او بواقي جلاش برضو استخدميه. المهم ان انت تكسريه بشكل عشوائي بالشكل ده وتفكيهم من بعض، واهم حاجه انك تفكيهم من بعض علشان يشرب الماده الدهنيه. حطيتهم في طبق غويط وضفت عليهم كوبايه من الكنافه انا مفرزاها، كسرت شويه وعايرت كوبايه وخدتها، ونص كوبايه بس من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه الناعم او دقيق السمولينا، نص كوبايه بس او الوسط مش مشكله لو مش متوفر عندك الناعم. قلبيهم مع بعض كويس قوي قبل ما تضيفي الماده الدهنيه. استخدمت كوبايه من السمنه السايحه هي الماده الدهنيه بتاعتي، ممكن تضيفي نص سمنه ونص زبده، وممكن تعملي ميكس بين الزيت والسمنه او الزيت والزبده زي ما تحبي. بايدك، مش هينفع ان انت تقلبيهم بمعلقه خالص، لازم بايدك علشان الماده الدهنيه توصل لكل الخليط، توصل للكنافه وتوصل لدقيق السميد والجلاش كله يتشربها. ونزلت كمان ب3 معالق كبار من السكر الخشن العادي، سكر حبيبات مش سكر بودره ولا حاجه. بافردها بقى في صينيه مقاس 30 او صينيه مقاس 28، انا استخدمت مقاس 30، وتوزعيها بالتساوي. وكنت مشغله الفرن على درجه حراره 200، حطيته على الشبكه. بيقعد من حوالي 25 ل 30 دقيقه. اول ما تلاقي الاحرف بتاعته بقت لونها ذهبي، هنجهز على طول التشريبه. معايا لتر من اللبن الحليب، فتحت عليهم ظرف من بودره الكريم كراميل وقلبتهم على البارد، وبعدين خدتهم على النار. لازم يغلي دقيقه، لازم الكراميل يغلي دقيقه. وبعد الصينيه ما خرجت وخدت اللون الذهبي الحلو ده، سقيتها بالحليب وباللبن الحليب والكراميل وسبتها ما شاء الله بدأت تتشرب بسرعة. ما خدتش اي وقت، في ربع ساعة انا وريتك مراحل اللي هي بتشربها فيها لحد ما شربت كل الخليط اللي حطيناه. وعايزه اقول لكم طعمها جميل. وفتحت كمان كيس الكراميل، السكر المكرمل اللي بيبقى مع الكريم كراميل، وزينتها بيه. طعمها حلو جدا، قرمشة الكنافة باينة، الجلاش شارب من الكراميل وعامل كده طعم زي الفطير، وفي نفس الوقت الترميله بتاعه دقيق السميد برضو باينه معاكي. بجد الحلو ده هتجربوها يعجبكم قوي. وفي نفس الوقت سكرها مظبوط، مش حلوه خالص يعني، حتى كمان ما سقيناهاش شربات، سقيناها الحليب مع الكراميل. طعمها جميل وما دخلتش التلاجة ولا حاجه، القطعه تماسكت وخرطتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده في اقل من نص ساعه. اتمنى ان انتوا تجربوه بطريقتي، وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.